الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، تقدمت خطبة لنا كان الكلام حول الأدب مع الله جل وعلا، وبيان أقسام الأدب، وأنه على 3 أقسام: أدب مع المولى جل وعلا وتقدم الكلام عليه، وأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيكون اليوم الكلام عليه، وأدب مع الخلق. فالأدب معاشر المسلمين هو عنوان سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب هو عنوان شقاوته وتعاسته. فما جلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. نعم عباد الله، ومن أجل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أبان الله جل وعلا في كتابه من وجوه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وما ينبغي للمسلم أن يتأدب به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة وبأساليب متنوعة. وقد اشتملت سورة الحجرات في صدرها على مجموعة من التوجيهات الربانية إلى كيفية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا
حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه الآيات التي من صدر سورة الحجرات اشتملت على آداب عظيمة أدب الله جل وعلا بها الخلق أصحاب رسول الله ومن بعدهم، وعلمهم كيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأول الآداب التي أدب الله جل وعلا الصحابة بها والأمة بها أنهم لا يقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلا يقدمون قولا على قوله، ولا يقدمون أمرا على أمره، وإنما يقدمون أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه على أفعال وأقوال وأوامر ونواهي العباد، وأن لا يستشكلوا قوله عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس ولا لرأي أحد من الناس، وأن لا تعارض أقواله عليه الصلاة والسلام بالقياس، بل تطرح جميع الأقيسة وتنبذ جميع الأقوال مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هكذا يؤدب الله جل وعلا العباد، كيف يتأدبون مع هذا النبي الكريم الذي امتن الله به على العباد أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الكريم نور أرسله الله سبحانه وتعالى يضيء للعباد سبيل الله جل وعلا، يضيء للعباد الصراط المستقيم، يضيء إلى العباد السبيل الذي به يصلون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الطرق كلها مسدودة على العباد إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوصلك إلى الله جل وعلا إلا طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك وجب على العباد الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني الذي اشتملت عليه هذه السورة العظيمة صدرها، أعني أن العبد لا يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حياته وبحضرته وفي مجلسه، فإن الله نهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع صوت على صوته عليه الصلاة والسلام. وإنك لتجد العجبا عند قبره عليه الصلاة والسلام كيف ترفع الأصوات وكيف يحصل من اللغط ما يحصل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والله نهى العباد من رفع الصوت عنده سواء كان في حياته أو بعد موته، فإنه معظم محترم حيا وميتا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
فلذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، قال: حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا. حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا. وهكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: وهذا في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيا وميتا. قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: فإنه عبر بغض الصوت مع أنه يستعمل لغض البصر، وهذا أعلى مراتب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التعبير في القرآن، يقول: إن الذين يغضون أصواتهم، والغض يستعمل غالبا للبصر، إن الذين يغضون أبصارهم، هكذا يستعمل. ولكن الله جل وعلا أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واستعمل هذا اللفظ مع ما يستعمل مع البصر. هذا أعلى مراتب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. يخفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا معه، إجلالا له، احتراما له عليه الصلاة والسلام لما له من المنة على العباد أجمعين. نعم عباد الله. وهكذا ذكر الله جل وعلا الأدب الثالث مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. محمد لا ينادى من وراء الحجرات، ينتظر به حتى يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتخاطب معه. فأدبهم الله سبحانه وتعالى كيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يتعجلون في ندائه وهو في حجرته وهو في بيته، بل ينتظرون به حتى يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، ثم يطرحون حوائجهم عليه ويلقون ما يريدون منه عليه الصلاة والسلام. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لو انتظروا وصبروا وتمهلوا وتريثوا حتى تخرج إليهم يا محمد ويخاطبونك بما يريدون لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم لهم سبحانه وتعالى، مع ما يصدر منه من الذنب ومع ما يصدر منه من الخطايا والحوب. والله جل وعلا يغفر العباد سبحانه وتعالى، رحيم كريم جل وعلا. وهكذا معاشر المسلمين، من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه ونصرته عليه الصلاة والسلام، النصرة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من العباد، أن ينصروه ببنانهم ولسانهم وبجوارحهم، ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا بنصرته الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من الأدب معه أنه ينصر عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما تنصر به عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته والدعوة إلى سنته، وبإظهار مظهرك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يكون نصرته في زيك، تكون نصرته في شكلك، تكون نصرته في أقوالك، تكون نصرته في أفعالك، تكون نصرته في جميع شؤونك عبد الله. بذلك تكون ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست هذه من النصرة ما يصنع الصوفية في الأسواق ويجمعون الناس على الصور والعياذ بالله.
وعلى المحرمات وغير ذلك مما تلاحظونه، يجمعون الناس في أبغض الأماكن إلى الله جل وعلا، ويزعمون أنهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكاميرات وبتلك التصويرات وبتلك المحرمات التي ترتكب، زاعمين أنهم ينصرون رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس من النصرة في شيء، بل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا آنفا في أقوالك وفي أفعالك وفي زيك وفي شكلك وفي جميع شؤونك وتعاملك مع الناس. بهذا تكون ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى. إن تخلى العباد عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله جل وعلا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ما معه أحد عليه الصلاة والسلام إلا زميله وصديقه وحبيبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ونصره الله جل وعلا، ولم يمكن أولئك الأشرار المشركين من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، انصروا الله، انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من نصرة رسول الله هذا الذي ترونه يا عباد الله من حل الديمقراطية في جزيرة العرب والانتخابات والمحرمات وغير ذلك. هذا كلا والله ليس من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من نصرة أعداء الله، من نصرة أمريكا، من نصرة أولئك الأشرار، أننا نقتفي أثرهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتفاء أثرهم. نعم معاشر المسلمين، وامتدح الله جل وعلا المناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين من المهاجرين والأنصار، فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم أهل الصدق معاشر المسلمين، هم الذين رفعوا راية الإسلام، هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب جم مع نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، أنكم تحرصون على نصرة سنته وعلى إظهار سنته وعلى قمع البدع التي تشين بسنته عليه الصلاة والسلام، والتي تزاحم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أشد مزاحمة للسنة هذه البدع التي تحدث في مساجد الله سبحانه وتعالى شيء والله بدين الله سبحانه وتعالى ما يصنع في هذه المساجد من الطبول ومن رفع الأصوات بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا والله ليس من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الذي يصنع في هذا الشهر من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبق أصحاب محمد الحارسون على نصره كما وصفهم الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين، ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكر في مجلسك الذي أنت جالس فيه ينبغي أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر رسول الله في مجلسك فصل على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من إجلاله وهذا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. راه الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي. وجاء عنه بصحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. هنيئا للمصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا للمعظمين
لرسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي، هنيئا لهم والله أنهم إذا سمعوا رسول الله يذكر في مجلس عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ولم يبخلوا بالصلاة عليه، وهذه عائدته وفائدته عليهم تعود. من صلى علي واحدة صلى الله بها عليهم 10. وهكذا من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أدب بها ربنا سبحانه وتعالى الصحابة، أنهم لا يدعونه كما يدعو بعضهم بعضا. هذا أدب الله عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينادونه كما ينادي بعضهم بعضا. قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يؤدب الصحابة. والآية لها معنيان: المعنى الأول أي أنكم إذا ناديتم رسول الله لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فيقول يا فلان، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، ولا تقولوا يا محمد، هكذا تنادوه باسمه عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. هكذا يؤدب الله سبحانه وتعالى الصحابة. قولوا يا رسول الله، قولوا يا نبي الله، لا تقولوا يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، يا فلان يا فلان. والمعنى الآخر أي لا يكون دعاءكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس دعاء بعضكم بعضا، من جنس دعاء بعضكم بعضا، أنه إذا دعاه أحد إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. بل إذا ناداكم رسول الله ودعاكم رسول الله فإنه لا يسعكم إلا الإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لكم أنكم لا تسمعوا نداءه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجيبوا لنداء رسول الله، دعاكم للتقوى، دعاكم للإيمان، دعاكم للتوحيد، دعاكم للخير كله عليه الصلاة والسلام. فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، إن شئت أجبته وإن شئت لم تجب، بل لا يسعك إلا الإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك عدم الإصغاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آووه ونصروه وجاهدوا معه وهاجروا معه عليه الصلاة والسلام. فهذا أعظم إجلال، أو من أعظم الإجلال إجلال من يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأدب مع أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله لو بلغت نفقاتنا ما عدلت صحبة أولئك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القليل الذي كانوا ينفقون عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه في بدء الإسلام وكان أحوج ما يكون الإسلام إلى نفقة المنفقين لنصرة الدين. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويا لله العجب إذ تسمع من بعض المتجرئين على أصحاب سيد المرسلين، تسمع الشتم والتجديع والسب والتنقص لهؤلاء الأفاضل، لهؤلاء الكرماء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد من يطعن فيهم
وتجد من يسبهم سبا ذريعا من الروافض وغير الروافض ممن نحى نحوهم وسلك مسلكهم، يتجرؤون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لعمر الله ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت لو سب أحد الناس أباك والله لغضبت عليه، وربما لاطمته، وربما تضاربت معه، لأنه سب أباك حبيبك ورباك وأكرمك وأنشأك واعتنى بك في طفولتك، وله من النعمة عليك ما الله به عليم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يجدع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولا نكير إلا من رحم الله جل وعلا. قنوات يسب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأوباش الروافض، ومع ذلك لا تجد من يغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لسب أصحابه، فلذلك لما حصل خلاف بين عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنه غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد في نفسه لماذا يغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن غضب أبي بكر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر معتذرا لأبي بكر ثم لم يجده في بيته، فجاء مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الجرأة على أبي بكر، قال صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ والله لقد جئتكم فقلتم كذبت، فقال صدقت، واساني بماله وواساني بنفسه رضوان الله تعالى على أبي بكر. وهؤلاء يكفرون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويتكلمون في الصديق رضوان الله تعالى عنه. فهذا والله ليس من الأدب، بل من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معاشر المسلمين إجلال أهل بيته، إجلال أهل بيته الصالحين، فهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجلال أزواجه المطهرات رضوان الله تعالى عليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس في ذلك المكان الذي يدعى خما، فقال إني تارك فيكم ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين. قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا تذكير رسول الله لنا يا عباد الله. فلا يجوز امتهان أهل البيت، ولا يجوز احتقار أهل البيت، ولا يجوز إهانة أهل البيت الصالحين المقيمين لعبادة الله سبحانه وتعالى المبتعدين عن البدع، فإنه لا يجوز والله إهانتهم. حرام إهانة الصالحين يا عباد الله، ولا سيما أهل البيت. وأبو بكر الصديق كما في البخاري يقول رضي الله تعالى عنه ارغبوا محمدا في أهل بيته، ارغبوا محمدا في أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هكذا يقول رضي الله تعالى عنه لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وعمر لما أسلم العباس قال والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني من إسلام أبيه رضي الله تعالى عن عمر. فلما سئل قيل لماذا إسلام العباس أحب إليك من إسلام أبيك؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه أحسن وأعظم من حبه لإسلام أبيه، فأنا معنى أحب ما يحب رسول الله وأقدم محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أدب هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب جم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وضربوا لنا والله أروع الأمثال، وضربوا لنا نماذج عظيمة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العباس يسأل
فيقال له: من أكبر، أنت أم رسول الله؟ انظروا إلى لفظه، فيه من الأدب الجم، ما طابت نفسه أن يقول أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا هو أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، أي أكبر قدرا وأكبر شأنا وأكبر منزلة عليه الصلاة والسلام مني وأنا ولدت قبله. انظروا إلى هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال أنا أكبر منه سنا ما فيه شيء، ولكن يختارون الألفاظ الجميلة التي لها من القوالب والمعاني الطيبة: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وهكذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول ويضرب لنا مثالا عظيما في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ بصري منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. ما يستطيع ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يواجهه في النظر، لأنه يجله ويحترمه عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله: لا ترفعوا أصواتكم، كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما يريد رسول الله عمر حتى يستفهمه، يخفض صوته، لأن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أي أداب هذه تعلمها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبهم ربهم جل وعلا حتى على مستوى الاستئذان، أدبهم الله سبحانه وتعالى، أنهم إذا أرادوا أن يدخلوا بيته لا يدخلوا بيته هكذا، يستأذنوا، وإذا أرادوا طعاما يستأذنوا قبل هذا الأمر. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. استئذان لابد. وفي الأمر الآخر الذي أشرنا إليه يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. لا تجلس في بيته، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام تأكل طعامك ثم تجلس تتحدث. قال الله معللا ذلك: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وهذا لنا وللنبي عليه الصلاة والسلام تأدب مع رسول الله ومع بعضنا البعض، أننا إذا أكلنا طعاما ننتشر، فما فيه داعي للبقاء. ربما يريد الرجل يرتاح مع أهله، ربما يريد ينام، له أعمال، فلا نجلس الحديث في بيت أحد بعد أكل طعامه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. لا تجلسوا تتكلموا وتحدثوا، والرجل ربما يريد أن ينام وربما يريد أن يرتاح. فهذه أداب يا عباد الله أدب الله الأمة بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بعضهم لبعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يؤدبنا بما أدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.